بعد الفيديو ده اكيد هتطلعوا منتجات كتير جدا من اللبن. هتعرفوا ان الجبنة القريش طريقة عمايلها سهلة، والزبدة والسمنة اللي احنا بنستخدمها برضو طريقتها سهلة جدا. الشرش بتاع اللبن اللي بنستخدمه في المعجنات اللي بيطلع المعجنات قطنية قوي ده وفاتحة قوي من جوه وبيضة وهشة وجميلة طبعا. هنطلعه بكل سهولة، وهنطلعه كمان بكميات. هعمل كمية جبنة قريش رهيبة، بس كريمية جدا جدا غير بتاعت بره تماما. بعد الفيديو انا متأكدة ان انتم مش هتشتروا جبنة قريش تاني. عملتها بطريقة سهلة جدا من غير بقى من نستخدم الحصيرة ولا اي حاجة خالص، ممكن ما تلاقوهاش. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجة انا معايا هنا 5 كيلو من اللبن. 5 كيلو من اللبن من اللبان عادي. مش هغليه ومش هعرضه للنار خالص. هو اللبن ده انا سبته بس ايه ياخد حرارة المطبخ. يعني هو اصلا كان في التلاجة، طبعا من عند اللبان كان في التلاجة. لما جبته سبته بره كده تقريبا ساعة ياخد حرارة المطبخ، وبعد كده ابتديت ان انا افضيه في حلة كبيرة تاخد ال5 كيلو، او طبعا اي كمية انتوا تعملوها. انا النهاردة عملت 5 كيلو وطلعوا لي كمية حلوة جدا، وفي الاخر خالص هقول لكم طلعوا لي قد ايه. هسيبهم بقى اللبن ده هسيبه كده يومين في مكان مش هحركه خالص. انا غطيت الحلة وكمان بفوطة بعدها وسبته بقى في مكان ما اتحركش خالص خالص من مكانه. تاني يوم فتحت عليه لقيته لسه شوية، فسبته كمان يوم. يعني هو قعد معايا يومين لحد ما اللبن راب و... وجمت كده وعمل لي بقى طبقة القشطة الفظيعة دي، وعمل لي الجبنة من تحت. اول ما تلاقوه جمد معاكم وهيجمد تقريبا مش في تاني يوم، لا سيبوه يوم كمان. هتشيلوا بقى طبقة القشطة الكبيرة دي من فوق. وطبقة القشطة دي بتعتمد على اللبان اللي احنا بنشتري منه اللبن. يعني ممكن اللبن يكون خفيف او بخيره ويطلع قشطة كتير، او يطلع زبدة كده من فوق كتير قوي. فده بيعتمد او بيختلف من لبان للتاني. حاولوا تختاروا حد بيبيع اللبن كامل الدسم ويكون بخيره كده ويطلع كمية الزبدة كتير وكمية محترمة كده منه. طلعت بقى كده، شلت كل الوش خالص بتاعه ومن تحت برضو متماسكة، وبس طبعا فيها المية او الشرش بتاع اللبن اللي احنا ده بقى هنستخدمه في المعجنات. هنا بقى جبت طبق كده بلاستيك نظيف غسلته كذا مرة، وجبت مصفى فوقيه مناسبة شوية للطبق. كانت بتقع شوية مني بس مش مشكلة، يعني هي برضو مناسبة. وابتديت احط بقى الجبنة تصفي ميتها تماما. القماشة اللي من تحت دي او الشاش اللي من تحت ده قماشة نظيفة جدا، مخصصاها خلاص للمطبخ. بغسلها وبشيلها لما بعوزها في المطبخ بستخدمها. هي قماشة شفافة خالص خالص، شاش كده، فعلشان تصفي المية بسهولة. حطيت بقى الجبنة فوقيها. طبعا هنا مش مستخدمين الحصيرة، فده بديل الحصيرة معايا. ما عندكيش حصيرة يبقى هتعملي البديل ده، ان انتي تحطيها في مصفى وتحتيها هو الشاش الابيض او القماشة البيضة النظيفة دي. هتنزل كمية المية كلها اللي في الجبنة. انا هنا بحاول احركها، طبعا في قطع كده جبنة بتنزل، مش مشكلة برضو، انا هصفي منهم المية وهشيلهم تاني. هصفي بقى كمية المية على قد ما اقدر كده في الاول، وبعد كده هحط المية دي في الحلة تاني. الشرش يعني بتاع اللبن هرجعه في الحلة تاني، وانزل بعد ما صفيت الشرش كله انزل بقى
الجبنة تكمل تصفية ميتها، بس هي صفت كمية المية الكتير دي الاول. وبعد كده حطيتها بقى في الشاش الابيض او القماشة البيضة دي، حطيت بقى كمية الجبنة كلها وهسيبها تصفي برضو براحتها. انا هساعدها شوية ان انا برضو حطاها، بصوا هنا في قطع جبنة فنزلت الشرش اللي كان في الصينية ده عشان انزل كل كمية الجبنة فيها. هشيلها بقى كده وهحاول ان انا اساعدها ان هي تنزل المية بتاعتها. هفضل اضغط عليها اضغط عليها تنزل المية بسهولة. هي ما بتاخدش وقت اصلا ان هي تصفي كده، مش بتاخد وقت طويل يعني، بس بتكون محتاجة مساعدة شوية مني ان انا اضغط على القماشة او اسيبها بقى براحتها تصفي براحتها. يعني ممكن تقعد يوم كامل مثلا تصفي لو انا ما ساعدتهاش، بس عشان انا ساعدتها كتير وكنت عايزة كمان اخلص الفيديو، فتقريبا خدت ساعتين بس، ساعتين وكانت خلصت كل المية اللي في الجبنة كلها. كمية الشرش دي بقى رهيبة، يعني هنعمل منها احلى معجنات في الدنيا بجد. بتفرق جدا جدا في المعجنات وبتديها دسامة كده وطعم رهيب، حتى غير طعم اللبن خالص. هنستغنى عن اللبن وهنعجن بالشرش ده. طبعا الجبنة هنا لسه طرية جدا ولسه طبعا مليانة سوائل مية. كل ما تنزل حبة شرش هقوم مصفياهم واحطهم في الحلة وافضل املى في الحلة لحد ما تخلص خالص المية اللي بتنزل منها. في المرحلة دي اللي هي لسه طرية خالص بس انا صفيت منها المية، يعني نسبة كبيرة جدا من المية نزلت. حطيت بقى ملح قليل جدا وممكن كمان ما تحطوش ملح. حطيت تقريبا على الكمية دي حطيت معلقة صغيرة تكون مليانة كده ووزعتها وقلبتها كده على خفيف وبس. ده الملح اللي انا حطيته. وممكن كمان تستغنوا عن الملح ده وتحطوا ملح حسب الرغبة بعد كده، حسب الاستخدام اللي انتوا تستخدموه. بصوا عايزة انزل اي جبنة كده موجودة في القماشة علشان تتجمع كلها وتبقى كده كتلة واحدة، واعرف اقطعها تبقى متقطعة مكعبات كده حلوة ومليانة. كل بقى ما تنزل حبة مية هقوم مصفياهم في الحلة. وممكن بقى ادخلها التلاجة برضو تكمل تصفية وفي نفس الوقت تتماسك. انا دخلتها فعلا التلاجة، فضلت اغير كده المكان بتاعها يعني من الطبق للصينية، وبعد كده دخلتها التلاجة تكمل برضو تصفية. ولما تصفي حبة مية اقوم منزلاهم وادخلها تاني التلاجة تكمل. دول بقى حبة القشطة اللي انا طلعتهم من اللبن. طبعا ممكن القشطة دي كميتها تزيد عن كده وده وارد جدا، فبرضو على حسب اللبان اللي احنا بنشتري منه. فانا اللبان اللي انا كنت جايبه منه يعني طلع لي حبه القشطه دول. هقلبهم بقى يا اما بالمضرب السلك، حطيتهم كده بس في طبق واسع شويه، وهقلبهم يا اما بالمضرب السلك يا اما بالمضرب الكهرباء علشان اختصر بس الوقت. بس الاتنين هيدوني نفس الغرض. بصوا انا عايزه بقى اوصل للمرحله دي. بصوا ان هي هتبقى مفتفته كده ومخرزه وتفصل اللبن عن القشطه خالص. بصوا اهي كده. هقوم بصوا اللبن اهو هقوم مجمعاها بقى كده وعاملاها كور صغيره وهسيبها بقى في الفريزر، وهتكون دي الزبده وهقدر ان انا اسيحها بعد كده. وهوريكم ان اللي انا كنت مسيحاها قبل كده هسيح دول كمان وهضيفهم على البرطمان بتاع السمنه اللي انا كنت عاملاها قبل كده بنفس الطريقه. كنت شلتها خلاص في التلاجة وتمسكت. عدى تقريبا 4-5 ساعات
ولقيتها تماسكت، اقدر ان انا اقطعها واشيلها بقى في علب، لان هي خلاص خلصت كل المية، مش بتنزل مية تاني. اشيلها بقى في علب واحتفظ بيها في التلاجة. الحصيرة اللي هما بيستخدموها علشان تديني الشكل اللي احنا بنشوفه ده، اللي هو خطوط كده بالطول، مش اكتر. ولكن لو احنا مش عندنا، ادينا شفنا البديل بتاعه، بديل طبعا متوفر عادي جدا. بصوا بقى هي كده طلعت، بصوا فظيعة. يعني حتى اللي ملوش في الجبنة القريش بجد هتندهشوا من طعمها. طعمها اصلي قوي، غير خالص اللي احنا بنشتريها من بره. يعني لما تعملوها هتعرفوا قد ايه الفرق. يعني في فرق رهيب في الطعم وفي الملمس. دي كريمية قوي قوي. وطبعا عارفين اتعملت ازاي، بدون اضافة مية ولا لبن بودرة ولا اي حاجة خالص. دي طبيعية جدا جدا. بخيرها اللبن كان كله قشطة وخير. طلعنا منه احلى جبنة قريش ممكن تجربوها. قطعتها المكعبات وهرصها. الكمية دي تقريبا طلعت لي 1.5 كيلو من الجبنة. يعني ال5 كيلو لبن طلع لي 1.5 كيلو من الجبنة، وطلع لي كمية الزبدة دي اللي هي تقريبا كانت 1.25 كيلو من الزبدة. والشرش ده ما حسبتش دول قد ايه، بس كانوا كتير، يعني كمية حلوة. اشيلها بقى في الفريزر واطلعها على حسب الاستخدام. طبعا تمن اللبن ده طلعت منه الجبنة القريش وطلعت منه الزبدة، وانا كده كسبانة كمان بزيادة. يعني في وفر وفي خير كده اتملى في البيت، وحاجة مضمونة وعارفة طعمها وعارفة اتعملت ازاي، من غير بقى ما اشك في نظافة اي حاجة خالص. انتوا شفتوا كل حاجة قدامكم اتعملت بمنتهى السهولة. هشيلها بقى في التلاجة عشان تتماسك اكتر. الجبنة لسه طرية شوية، فهتتشال بقى في التلاجة وتاخد راحتها وتتماسك وتبقى تحفة. وبس كده، ده كده خلص فيديو النهاردة. اتمنى ان هو يعجبكم، وتعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.